لماذا نلجأ للطريقة الفوليمترية؟ لأننا فقدنا السلاح الرئيسي السيركوليشن، إما بسبب انسداد في المواسير أو انقطاع طاقة أو ثقب يمنع وصول الطين للقاع. في هذه الحالة الغاز لا يتوقف، إنه يهاجر للأعلى. هجرة الغاز في بئر مغلق تعني كارثة. الضغط سينتقل من القاع للسطح ويكسر الكيسنج شو. يجب أن نتدخل يدوياً لنسمح للغاز بالتمدد والصعود دون أن نكسر البئر. كيف تعمل؟ الفكرة بسيطة: مقايضة الحجم بالضغط. عندما يصعد الغاز يريد أن يتمدد. إذا كان البئر مغلقاً سيرتفع الضغط. نحن نسمح للضغط بالارتفاع قليلاً لتعويض فقدان الهيدروستاتيك الناتج عن صعود الغاز، ثم نفتح التشوك لنخرج كمية محددة من الطين. هذه الكمية التي نخرجها تسمح للغاز بالتمدد. الهدف النهائي الحفاظ على بوتوم هول بريشر ثابتاً ومساوياً لضغط الطبقة لمنع دخول المزيد من الغاز. نحن لا نفتح الشوك عشوائياً، نحن نصعد سلماً. الخطوات كالتالي: انتظر حتى يرتفع ضغط الكيسنج بمقدار معين. هذا الارتفاع يعني أن الغاز هاجر للأعلى. ثم افتح الشوك بحذر لتنزيف كمية من الطين تعادل الضغط الهيدروستاتيكي الذي فقدناه بسبب صعود الغاز، وأغلق الشوك عندما يعود الضغط للقيمة المحسوبة. نكرر العملية: انتظر، انزف، انتظر، انزف. بهذه الطريقة الغاز يصعد للسطح تحت سيطرتنا الكاملة. متى نستخدمها أيضاً؟ إذا كان لديك ثقب في المواسير والغاز تحته لا يمكنك الضخ. الحل هو فوليومتريك ستريبينج. نسحب المواسير للأعلى ونعوض حجم المعدن الخارج بضخ طين في البئر، وفي نفس الوقت نطبق الطريقة الفوليمترية للتعامل مع هجرة الغاز. إنها عملية مزدوجة ومعقدة، لكنها تنقذ البئر. تخيل إن عندك بئر مقفول وفيه غاز، كيك محبوس تحت في القاع، والمضخات بامبس عندك عطلانة، مش عارف تدور السائل. الغاز ده طبيعته إنه خفيف وعايز يطلع لفوق. مايجريشن، صعود الغاز. الغاز وهو طالع لفوق بيتمدد لأن الضغط عليه بيقل، وده بيخلي ضغط المواسير والسطح SCP يزيد جدا، وممكن يكسر الكسوة الكيسنج أو يسبب انفجار. عشان نضمن إننا بننزل كمية سائل مد صح، بنستخدم مسطرة أو جدول حسابات بسيط جدا بيخلينا ماشيين في السليم من غير ما الضغط يهرب مننا. الموضوع كله بيعتمد على علاقة ثابتة: كل كام برميل سائل بينزلوا الضغط بيقل كام PSI. الخطوة الأولى: حساب قيمة البرميل الواحد The Factor. قبل ما نبدأ بنحسب حسبة صغيرة. لو نزلنا برميل واحد من سائل الحفر الضغط هيقل قد إيه؟ بنسمي ده Hydrostatic Pressure Loss per Barrel. مثلا الحسبة طلعت إن كل واحد بارل سائل بينزل الضغط بيقل 10 PSI. الخطوة الثانية: تحديد درجة الأمان Pressure Increment. مش بنفتح المحبس تشوك عند أي زيادة، لا، بنستنى لما الغاز يطلع والضغط يزيد تكة محددة إحنا اللي بنختارها. مثلا هنستنى لما الضغط يزيد 50 PSI، دي بنسميها درجة الأمان أو Safety Margin. الخطوة الثالثة: قاعدة التبادل Step by Step. دلوقتي إحنا عرفنا الأرقام، هنبدأ نطبق. استنى، سيب الغاز يطلع لحد ما العداد فوق يزيد 50 PSI. نزف، بليد. افتح الشوك تشوك ونزل سائل في التانك لحد ما الضغط يرجع يقل ال 50 PSI دول تاني. احسب، لو حساباتنا صح المفروض نلاقي نزل في التانك 5 براميل بالظبط، لأن 5 براميل في 10 PSI يساوي ال 50 اللي زادوا. ليه بنعمل كده؟ عشان لو نزلنا سائل أقل من اللازم الضغط هيفضل عالي وممكن يكسر البئر، ولو نزلنا سائل أكثر من اللازم الضغط جوه البئر هيقل والغاز اللي تحت هيهجم علينا أكتر. احنا بنراقب العداد، الضغط والتانك، حجم السائل مع بعض. العداد يقول لنا افتح والتانك يقول لنا كفاية. الحفاظ على التوازن: احنا بنصرف سائل الحفر مد عشان نوفر مساحة للغاز اللي اتمدد وهو طالع، وفي نفس الوقت بنحافظ على ضغط قاع البئر ثابت BHP constant عشان ما يدخلش غاز تاني من تحت. النتيجة بنفضل نكرر العملية لحد ما الغاز يوصل للسطح تحت السيطرة تماماً ونصرفه برا البئر. الخلاصة هي طريقة تحريك الغاز للسطح بدون مضخات بامبس عن طريق تصريف سائل الحفر مد تدريجياً لتعويض تمدد الغاز مع الحفاظ على ضغط البئر في منطقة الأمان. دي هي الطريقة الفوليمترية Volumetric Method. Deep Drill. Keep learning.